السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى معايا في وصفة من وصفات سوسو. وصفة اليوم غادي نشارك معكم هاد البريوش هادو كيجيو رائعين وفي نفس الوقت سهلين في التحضير. ندوزو نشوفو طريقة التحضير مع ذكر المقادير. أول حاجة كنبداو بها وهو الكريم باتيسير. كناخد واحد الطنجرة كندير فيها نصف لتر من الحليب وكنديرها تسخن فوق البوطة. كناخد واحد البول كندير فيها 3 ديال صفارد البيض، كندير معاهم 50 غرام ديال المايزينا، دقيق نشا الذرة، وكندير معاهم واحد 100 غرام ديال سكر سنيدة حبيبات. وكنحرك هاد العناصر مزيان غير بشويه حتى كتندمج مع بعضياتها، وكنبقى نطرب فيها حتى كتولي لنا كريمه بيضاء. من بعد كناخد الحليب اللي درتو يسخن كيكون دافي، وكنبقى نزيدو غير شويه بشويه فوق الخليط، وانا كنحرك حتى كتندمج ليا العناصر كامله، وكنسالي الكميه د الحليب اللي عندي. كناخد الخليط كنديرو في الطنجره وكنرجعو لفوق البوطه على عافيه متوسطه. كنبقى نحرك الخليط حتى كيعقد لينا. كنضيف ليه واحد المعلقه صغيره ديال الفاني، وكنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. كنحرك هاد العناصر مزيان حتى كتندمج مع بعضياتها، وكنشد الكريم باتيسير كنخويه في واحد المول، وكنغطيه بالبلاستيك الغذائي، وكنخليه على جنب يبرد. في هاد الاثناء غادي ندوز نحضر العجينه. انا هنا غادي نستعمل العجانه فقط باش نسرع العمليه ديال العجينه. تقدروا تستعملوا غير يديكم، وفي المرحله الاولى تقدروا تستعملوا غير الطراب اليدوي. هنا خديت 2 كيسان ديال الحليب بحراره المطبخ، ضفت ليهم واحد نص كاس صغير ديال سكر سنيده حبيبات، وضفت ليهم معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه ديال العجينه، ضفت ليهم واحد الساشيه ديال سكر فاني ديال 7 غرام. وكنحرك هاد العناصر شي شويه، وكنخليها غير واحد شويه على ما تذوب لينا ديك الخميره. من بعد نضيف ليها نصف الكميه ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق فانا هنا عندي 650 غرام ديال الدقيق من نوعيه جيده. كنستعمل غير النصف فقط. وكنحرك هاد العناصر مزيان حتى كتندمج مع بعضياتها. من بعد كنضيف ليها نصف كاس ديال الزيت صغير، وكنضيف بيضه كامله. بالنسبة للقياسات فنفس الكاس اللي تتعبروا به الحليب هو اللي كتعبروا به السكر سنيدة، هو اللي كتعبروا به الزيت. وإلا بغيتو العبارات بالغرام فكانت بالنسبة للحليب 300 غرام ديال الحليب، 75 غرام ديال سكر سنيدة حبيبات، 75 غرام ديال الزيت النباتية. وبالنسبة للدقيق فعندنا 650 غرام ديال الدقيق. بالنسبة للدقيق فكيبقى على حساب الدقيق تقدر تدخلوا 650 غرام، ويقدر يبقى لكم منها واحد شوية تقريبا واحد 2 معالق كبار. بالنسبة للعجينة فهي خاصها تكون ما قاصحاش وفي نفس الوقت ما جارياش. قبل ما نضيف الكمية كاملة ديال الدقيق نخليها ترتاح واحد 10 دقائق تقريبا، ومن بعد كنرجع وكنضيف ليها نصف الكمية اللي بقات لينا. كيف ما قلت لكم فما كندخلوهاش كاملة، كنضيفوها غير شوية بشوية. كنضيف واحد شوية ديال الملحة، وكنضيف واحد خمارة ديال الحلوى ديال 8 غرام. بالنسبة للكمية ديال الدقيق فأنا شاط ليا منها غير واحد 2 معالق كبار ما عامرينش ديال الدقيق، تقريبا واحد 30 غرام حتى ل40 غرام اللي شاط ليا من الدقيق. هنا عندي واحد 50 غرام ديال الزبدة تكون نوعية جيدة، وكنديرها في العجينة غير شوية بشوية حتى كتدخل لينا في ديك العجينة.
هنا كيف ما كتلاحظوا بعد ما دلكات ليا العجينه ودخلات فيها ديك الكميه ديال الزبده، فهي كتجي على هذا الشكل هذا. العجينه كتكون ما جارياش وفي نفس الوقت ما قاصحاش. كنديرها على سطح العمل وكنستعن بالدقيق باش نجمع العجينه. من بعد كنرش سطح العمل وكنسرح فيه العجينه واحد شويه وكنديرها في واحد البلاطو وكندخلها للثلاجة ترتاح غير واحد شوية، تقريبا واحد 5 دقائق. من بعد 5 دقائق فكنخرج العجينة من الثلاجة، كنرش سطح العمل بشوية ديال الدقيق وكنبدا نسرح فيه العجينة حتى كنحصلوا على عجينة ما تكونش رقيقة وما تكونش غليظة. بالنسبة للزبدة اللي غادي نديرها في التوريق، فأنا استعملت الزبدة الخاصة بالحلوى ديال المارغرين. خديت 300 غرام. غادي نبدا نحك الزبدة على ثلثين ديال هاد العجينة هادي، والثلث غادي نخليه ما فيهش الزبدة. بالنسبة ل 300 غرام فأنا كنخلي منها واحد 100 غرام، كنستعمل منها غير 200 غرام وكنخلي واحد 100 غرام. من بعد كناخد الجهة اللي ما فيهاش الزبدة كنطويها على الجهة اللي فيها الزبدة. كنطوي هاد العجينة على 3. نتمنى نكون وضحت مزيان، وفي نفس الوقت كنعتذر على الطريقة ديال التصوير فما واضحاش مزيان. فهو صعيب باش انك تكون كتصور وفي نفس الوقت تكون كتخدم. كيف ما كتلاحظوا بعد ما طويتها على 3 كنرشها بشويه ديال الدقيق مره اخرى وكنبدا نسرح فيها. هاد المره ما كنسرحهاش بزاف. من بعد كناخد الكميه اللي بقات ليا ديال الزبده ديك 100 غرام وكنولي نديرها غير في الثلث ديال العجينه وكنطوي العجينه على 3. كنسرحها شي شويه وكنولي نديرها في البلاطو وكندخلها للثلاجه ترتاح واحد 10 دقائق. ومن بعد كنخرجها من الثلاجه كنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق وكنبدا نسرح في العجينه حتى كنحصل على عجينه تكون ما غليظاش وفي نفس الوقت ما تكونش رقيقه. كناخد الكريم باتيسير اللي حضرت وكنطربو واحد شويه بالطراب باش كيتطلق لينا الكريم. من بعد غادي نبدا نسرحو على العجينه، نحاولوا ما امكن اننا ما نكثروش من كريم باتيسير وغنديروا غير الكميه غندهنوا غير الوجه ديال العجينه
ومن بعد كنرشو باش ما بغينا، سواء بالزبيب اولا بحبيبات الشكلاط اولا بالفواكه المعسله. كيبقى لكم الاختيار، فانا هنا استعملت الزبيب. كيف ما كتلاحظوا فانا من الراس ديال العجينه غادي نبدا نلوي العجينه غير بشويه بشويه، وانا كنزير حتى غادي نوصل للراس الاخر ديال العجينه اللي ما مدهونش بالكريم باتيسير. كيف ما كتلاحظوا فانا جمعت العجينه بهذا الشكل هذا. نستعن بالدقيق، وكتجي العجينه على هذا الشكل هذا، كنقسمها على جوج، وكناخذ واحد الخيط وكنبدا نقطع العجينه بهذا الشكل هذا. بالنسبه للخيط فهو اسهل طريقه باش نقطعوا العجينه وباش تشكل لنا بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتلاحظوا فهي طريقه سهله وفي نفس الوقت كتسربي دغيا. من بعد ما كنسالي الكميه اللي عندي كنخليهم يخمروا، ومن بعد كندهنهم بصفر البيض مع شي شويه ديال الحليب، وكندخلهم للفران يطيبوا على 180 درجه، العافيه من الفوق ومن التحت. من بعد ما كيطيبوا البريوش او الشناك فهما كيجيو على هذا الشكل هذا، صدقوني كيجيو رائعين. بالنسبه للتزيين فكيبقى لكم الاختيار، فانا هنا اختاريت نزين نصف بسكر كلاصي، والنصف الاخر دهنته بالناباج وزينته باللوز ايفيلي. غادي نستمر بنفس الطريقه ديال التزيين حتى غادي نسالي الكميه اللي عندي ديال البريوش او لا الشناك. بالنسبة للزبدة اللي استعملت في التوريق فأنا غادي نخلي لكم التصويرة ديالها هنا في الفيديو. هي هذه توليبان، فأنا خديتها من كاريفور، الثمن ديالها مناسب. بالنسبة للبريوش فهما كيجيو على هاد الطريقة هذه، صدقوني كيجيو رائعين ولذاذين، وفي نفس الوقت ما صعيبينش في التحضير ديالهم. نتمنى وصفة اليوم تعجبكم، ونتمنى تجربوها بالصحة والراحة، ونتلاقاو في وصفة أخرى من وصفات سوسو. سلامة.